السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير البنات، وش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. واليوم جيتكم بفيديو تكميلات على فيديو اللي من قبل. كنا حبسنا في هذا المقطع في الفيديو اللي فاتت، وراح نكمل معكم الطريقة تاع الخدمة، وفي نفس الوقت راح نجاوب على بعض الأسئلة، وراح نعطيكم بعض الأفكار الخاصة بالمبتدئين. اكثر سؤال يجيني على الانستغرام اذا هاد الخدمه تبقى كيما راهي ولا تحول، يعني يروح لها هاد اللمعان تاعها. اول حاجه البنات، الخدمه في الحر ما تخافوش منها، ما يروح لهاش اللمعان، ولكن لازم تعرفي كيفاش تحافظي على الخدمه تاعك. واش يعني ماشي تروحي تهزي القندوره تاعك اللي مخدومه بلي بياخ في الحر ولا ماشي في الحر، تحطيها في الماشينه لافي وتغسليها بالصابون وتقولي لي فزدت. لا لا البنات، الطريقه تاع الغسيل تاع هاد لي بياس ولا تاع هاد القنادر من هذا النوع لازم تغسلي البلاصه غير وين عندك كليطاش، ماشي تروحي تهزيها كامل تحطيها في وسط لومو، ومن بعد كي تفزد لك ولا يروح هذاك اللمعان تاعها تقولي راهي السلعه مهما كانت في الحر كي تغسليها بلومو ولا ديري لها هذوك لي برودوي تحطيها في الماشينه لافي اكيد راح تفزد لك. الطريقه تاع الغسيل تاع هاد القنادر انك تغسلي غير البلاصه وين عندك هذيك لاطاش، تقدري تغسليها كي تجي تشللي، يعني من بعد ما تكملي الغسيل تجي تشللي تحطيها كامل في وسط الماء، ولكن البلاصه الحجر ولي بياغ ما لازمش يقيسهم لومو. ان شاء الله يا ربي نكون وضحت لكم الصوره ونكون جاوبتكم. ونجيب دركا الاهم نقطه يعانيو منها الخياطات ولا اللي يديروا البيغلاج ولا اي وحده عندها مشروع اللي هو لو بري. بالنسبه للسعر البنات، انت اللي تقيميه وخدمتك اللي تقيم هذاك السعر. نقدر انا السلعه تدخل لي غير 20,000 ولا 30,000 تاع كاسي، والخدمه بالكاسي تدي اليد وفيها المجهود، يعني فيها التعب اكثر من الخدمه بالحجر، لانه الكاسي ماشي كيما الحجره تحطيها تلصقيها، الكاسي تبقاي تخدمي به يعني يدي لك الوقت ويدي اليد. ولو كان نخدم ب20,000 كاسي ندوموندي حق يدي 80,000. كيفاش تطلبي حق يدك والناس تعطيهولك؟ انا واحده من الناس كي يجيوني الناس وحده تقول لي اخدمي لي القندوره بصح ما ديباسيش السعر الفلاني، نقدر نخدم لها، نقدر ندير لها السلعه بلو بري اللي هي دومونداتو. بصح تجي وحده تقول لي وحده خدمت لي نفس الخدمه بالسعر الفلاني وانت لازم تخدمي لي عفوا بنفس السعر، انا هنا نقولها لا لا، روحي عند هذيك اللي عطاتك السعر قل وخدمي عندها عادي. البنات السعر انتم اللي تتحكموا فيه، ماشي الزبون اللي يتحكم فيه. الزبون يتحكم فيه كي يعود وحده اللي تقول لي انا قيس روحي حبيتك تخدمي لي قندوره ما ديباسيليش هاد السومه، نخدم لها خدمه مفينيه وخدمه متقونه وخدمه هايله بلو بري لي دومونداتو. قيس السلعه واش تجيب لها، ندخل السلعه ما نحسبش حتى واذا نقصت في حق يدي هذيك بطيبه خاطر مني، بصح ماشي هذا السيستم نخدمه مع الناس كامل ولا هاد الطريقه تمشي مع الناس كامل. كاين اللي جاوب عندي في الانستغرام وقالوا لي حنا في الولايه تاعنا ما كانش هاد لو بري. نقول لكم يا البنات باللي نتوما اللي طيحتوا لي بري على ارواحكم. دركا تلقاي في المحلات قندوره تتباع عند هذا ب3 ملايين، عند هذا ب3 ملايين، عند هذا ب3 ملايين. علاه؟ لانهم متفاهمين واحد ما يطيح على واحد. بصح حنا كي تجي عندنا الصنعه خاصه عند النساء، وهذه نقطه كاينه بزاف، وحده ما تقول لي ما كانش منها، هذه النقطه كاين منها بزاف عند النساء. اي صنعه عند الراجل تلقايها باللي يخدم السعر عند فلان هو عند فلان هو عند فلان، بس حنا عندنا نساء تقول لك المهم نكسب الزبون. معليش تخدم ويتعوج ظهرها وعينيها تعود ما تشوفش مليح وتعوج رقبتها ويتكسروا يديها وتدي هذيك 50,000 ولا 20,000 فرحانه بها. انا ضد هذه الفكره البنات، غير باش تكسب بالزبون. الزبون تكسبيه بخدمتك المليحه، تكسبيه بالكلمه انك تقولي له نوجد لك الخدمه تاعك وتوجد في هذاك النهار. تكسبي الزبون بانك ديري ديفو تصلحيه وتعترفي به، ماشي تقولي انا فلانه كيفاش انا نغلط انا ما نغلطش. هذه هي الطريقه اللي تكسبي بها الزبون. عمرك ولا تفكري انك تكسبي الزبون بانك تطيحي البري. والبنات راني نهضر مع الناس اللي متمكنه من الصنعه ماشي المبتدئين. المبتدئه راه يدير اخطاء اللي يقدر الانسان يتغاضى عليهم عفوا كي يكون البري طايح. بصح باش وحده تجي تقول لي انا متمكنه من الصنعه وعندي عوام وسنين وانا نخدم بصح ما يعطيونيش البري، علاه؟ لانك من الاول دومونديتي البري طايح. وانا ما نقدرش نجاوب، يعني تجيني وحده في الانستغرام نجاوبها هكا مباشره. حبيت نجاوبكم في هذا لا فيديو باش وحده ما نجيها بهاد لا فاصون وتفهم باللي راني نطاكي فيها، ولا وانا من باب النصيحه ماشي من باب اني نحطمك ولا اني نقص من قيمتك.
بالنسبه لهاد لابياس البنات نقدر نخدمها بياس وحده في اون غوب ولا في جبه ولا في قندوره ولا في جلابه. تاني نقدر نديرها نفس لابياس تتعاود شحال من مره في قفطان ولا في قندوره ولا في فيست كراكو، يعني كيما حبيتو نتوما، ولا في بدران نقدروا تاني نديروها في بدران. ونجيو دركا للسعر تاع هاد لابياس البنات. شوفوا لابياس هنا تختلف اذا خدمت غير رشمه وحده، يعني غير هاد الرشمه اللي راكم تشوفوا فيها، ولا راح نخدمها في انفست كراكو ولا قندوره، وين الرشمه هذه تتعاود يعني قداه مره، لانه الكراكو والقندوره يجيو شارجي ماشي غير موتيف صغير كيما هكا. هاد الموتيف كيما قلت لكم تقدروا ديروه في قندوره يجي خفيفه، يجي في جهه واحده ولا في زوج جهات، ولا يجي في جلابه، ولا يجي في قفطان ولا اون روب كافتون اللي تكون سامبل فيها بيغلاج خفيف. دونك لابياس هذه نديرها مره واحده. هنا انا نقيمها ب50,000. دونك السعر تاع هاد لابياس نحسب حق يدي وحده يا البنات 50,000. اما اذا راح نحسب قندوره كامله ولا كراكو كامل بنفس الرشمه هذه تكون شارجي على هكا. واش معناها شارجي على هكا؟ يعني هاد الرشمه تتعاود قداه مره هكا. باش نوضح لكم برك الصوره البنات، نقيم النهار تاعي نعطيله اون سون باغ اكزومبل نهار ب80,000 ولا نهار ب100,000، ولا وراهو غير مثال البنات ماشي قاعده نقول لكم هكا تحسبوا، راني نعطيكم في دي زيكزامبل. ولا ندير باغ اكزومبل قد السلعه قد حق يدي. كيفاش راح نعرف حق السلعه؟ مع الوقت ماشي حتبقاي ما تعرفيش الاسعار. كاينه اللي مبتدئه في الاول ما تعرفش السعر قداه، من بعد تعود تعرف كل حاجه بقداه. يعني حتى اذا الزبونه اللي جابت لك السلعه راح تعرفي ابوبري قداه طاحت لها هذيك السلعه، وديري قد السلعه قد حق يدك. نتمنى نكون جاوبتكم في هذه النقطه تاع السعر، ونكون عطيتكم فكره وعاونتكم شويه باش تقدروا. وكما قلت لكم البنات راني ما نهضرش مع مبتدئات، لانه المبتدئه لازم تنقص السعر حتى تتمكن مليح من الخدمه تاعها. نظن اني هدرت بزاف في هاد لا فيديو. مهم حبيت نوصل لكم من قلبي الخدمه كيفاش تمشي، كيفاش تحسبوا حق يدكم، كيفاش ما تتعبوش في باطل وتكرهي الصنعه، لانك مع الوقت تخدمي 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 وكيما تلقايش النتيجه وما تلقايش المردود راح تكرهي الخدمه تاع البيغلاج والخياطه وما تحبي ما تزيديش خلاص تسمعي بهم. كانت هذه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم البنات، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي جيم وتعليق مشجع باش نكمل معاكم في هذه السلسله. واذا عندكم اي سؤال واي استفسار خليه لي تحت في التعليقات، اكيد راح نرد عليكم ولا ندير لكم فيديو خاص اذا شفت الموضوع اللي سقسيتوني فيه مهم.